الرحمن الرحيم. نحن في البداية نشكر إعلام الولاية لدور الكبير اللي قام به في المامورية دي، ودور مكثف شديد جدا ونشاط مكثف إعلامي. ونحن طبعا في مامورية في معية أخونا رئيس الحكومة المدنية، وجينا على محلية أبو جابرة وطفنا عليها ودخلنا على الموسم الزراعي ووقفنا في بعض المزارع ولقيناها بطريقة كويسة جدا ومطمنة خالص خالص. ونأمل بالطريقة اللي نحن شفناها في الزراعة أنه الموسم السنة يكون موسم كويس وموسم مغري جدا، ويكفي الناس شر أي حاجة في المعاش وفي المعيشة وكده إن شاء الله في إطار الزراعة والحصاد وأي حاجة. وقابلنا المواطنين، جزء من المواطنين في الزراعة برضو سمعنا منهم، وجينا المحلية ولقينا استقبال كبير بقيادة أخونا المدير التنفيذي وقائد القطاع هنا، استقبال والإدارة الأهلية وحشد كبير جدا، حشد كبير جدا. ووقفنا على الصحة والمستشفى، ووقفنا على التعليم وكل المؤسسات والمنشآت الموجودة في الجابرة. يعني الوالد طلع عليها اطلاع كامل جدا، وقفنا عليها كلنا على مرأى وقريب جدا. وفي اللقاء الجماهيري يعني لقينا الجماهير ووجدناهم يعني متماسكين تماسك كبير جدا، وأدوا بصوتهم وولاهم وضماناتهم الكافية لأنهم يقفوا مع أخونا الغايد محمد حمدان دقلو. وكان موقف مشرف جدا، وشفنا الحاجات التراثية والألعاب القبلية والفرحة والبهجة تحت الناس. ومحلية أبو جابرة بخير وعلى خير. واجتمعنا مع لجنة أمن الولاية، ولقينا لجنة أمن الولاية لجنة مدركة جدا ومراعية شؤون الأمنية في المحلية، وأدلت بتقرير كامل شامل وتم فيه النقاش ومعالجة بعض الأشياء وتحملهم المسؤولية في بعض الأشياء الأمنية في المحلية. ونأمل أنهم يتوفقوا في محليتهم أمنيا ويراعوا كل الظروف الأمنية، وهم مسيطرين سيطرة كاملة على النواحي الأمنية ومقتدرين قدرة كاملة جدا، ودورهم فيها كبير. وبرضو أملهم كبير جدا في النزاعات الأراضي والزراعة وكل هذه يصلوا لها للتسوية ويشكلوا لها لجنة. وبرضو في القضايا بتاعت 130 هم قادرين على المسألة. وأيضا قابلنا اللجنة المدنية في المحلية وأدلت بصوتها ووصلت رسائل تماما، وأخونا الوالي تكلم معهم بشفافية شديدة جدا في إطار العمل المدني ودورهم في دعم الحكومة المدنية وفي دعم الحكومة الجديدة، ومتجاوبين كثير جدا. وربنا يعين الناس، ومحلية الجابرة في خير وعلى خير، وإن شاء الله نسمع عنها الخير إن شاء الله.